بدأ يوم الاثنين فريق الإسماعيلي لكرة القدم لاستعداداته الجادة لخوض مباراة الجولة الثانية في دوري المحترفين، والتي ستكون أمام فريق وي على ملعبه بالقاهرة الجمعة القادم، والتي ستقام في تمام الساعة 4:30. الإسماعيلي يعود اليوم للتدريبات بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية يوم الأحد الماضي، ويسعى الجهاز الفني للدراويش بقيادة المدير الفني أشرف خضر وجهازه المعاون أحمد فكري الصغير وأحمد خليفة، ومدرب الحراس محمد صبحي، ومعهم مدير الكرة فوزي جمال، تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق من خلال اللاعبين في لقاء الجولة الأولى من الدوري، والتي كانت أمام فريق مسار القوي، والتي انتهت بفوز مسار ب3 أهداف مقابل هدف، وهي الصدمة القوية التي ألمت بجماهير وعشاق الإسماعيلي في كل مكان. ورغم الهزيمة إلا أن تصحيح الأوضاع من خلال الإيجابيات التي حدثت خلال المباراة الأولى، وتمثلت في أن الفريق أتيحت له خلال المباراة 4 فرص محققة ولم يستغلها المهاجمين، وأيضا كان للفريق الاستحواذ الأكبر خلال المباراة، وأيضا مجاراة صغار الإسماعيلي لاعبي مسار أصحاب الخبرة في دوري المحترفين. أما السلبيات التي وقع فيها الفريق وحارس المرمى فهي الأخطاء الساذجة التي تسببت في هدفين من ال3 التي خسر بها الفريق. ويحاول الجهاز الفني في الأيام القادمة تجهيز لاعب الوسط المهاجم عبد الرحمن الدح، والذي غاب عن لقاء مسار بسبب الإصابة، وعودته تمثل قوة للأداء الفني وخطة لعب الفريق. ويسعى أيضا المدير الفني للدراويش أشرف خضر من خلال تدريبات الفريق إلى زيادة التجانس بين اللاعبين من خلال الأداء الجماعي ونسيان نتيجة المباراة الأولى في الدوري. وعلى الصعيد الطبي يحاول مسؤول النادي علاج بعض السلبيات التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق وخرجوا بسببها اضطراريا خلال لقاء مسار، مثل محمد خطاري وعبد الرحمن كتكوت وعبد الله بيدو، وهي إصابات من المرجح أن تكون بسيطة ولا تمنع اللاعبين من المشاركة في تدريبات الفريق بداية من اليوم. وعلى الصعيد الإداري تواصل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي مساعيها مع اتحاد الكرة لحل مشكلة تواجد جماهير النادي الإسماعيلي سواء في ملعبه أو خارجه، وهي الميزة التي حرم منها الإسماعيلي في الجولة الأولى على ملعبه بدون أسباب واضحة. ورغم تواجد جماهير غفيرة مع أندية أخرى خلال الجولة الأولى، ومن المتوقع أن يقوم رئيس اللجنة محمد رائف بلقاء هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لبحث الأمر، خاصة وأن اتحاد الكرة هو من يدير المسابقة، وفي محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري عقب الهزيمة من نادي مسار ومطالبة الجماهير عبر السوشيال ميديا إدراك الأمور بمحاولة فك القيد بإجراء تسوية للقضيتين الأخيرتين المتبقيتين والخاصتين باللاعب الجزائري محمد بن خماسة وقضية نادي النجوم، ومحاولة الحصول على استثناء من الفيفا بقيد لاعبين لم يقيدوا في أي نادي هذا الموسم. ويحاول جاهدا الفريق القانوني للنادي الإسماعيلي الوصول إلى تسوية على دفعات مع وكيل اللاعب بن خماسة الجزائري، والذي يرفض تخفيض قيمة الغرامة الموقعة على الإسماعيلي وقدرها 450 ألف دولار، ووافق فقط على التسوية من خلال دفعات. ومن ناحية أخرى بدأت اللجنة التي تدير النادي الإسماعيلي مخاطبة الجهات الإدارية بالإسماعيلية للإعداد لإجراء الجمعية العمومية العادية في شهر أكتوبر القادم، وهي الجمعية التي تمثل الكثير من الأهمية، وخاصة موضوع الاستثمار والنادي الاجتماعي وشركة الكرة.